فُجعت أسرة سعودية بوفاة ابنها حسان الشهري غرقا في بحيرة جنيف السويسرية عقب اختفائه يومين. وباشرت القنصلية العامة السعودية في جنيف بالتعاون مع السلطات المختصة الحادثة فور وقوعها، وكان الراحل البالغ من العمر 19 عاما استأجر قاربا للتنزه داخل البحيرة ثم غرق ولم يتمكن من النجاة. ووفقا لمعلومات العربية توتننت فإن الراحل طالب اقتصاد في جامعة بجنيف ويقيم برفقة والده العامل في القنصلية السعودية هناك. وذكر أحد أقربائه أن آخر لقاء جمعة بالراحل حسان كان قبل نحو 3 أسابيع أثناء زيارته إلى مدينة جدة قبل توجهه في رحلة سياحية إلى أبها برفقة سائحين من سويسرا. وكشف عن شغف الراحل بالسفر والسياحة، واصفا إياه بأنه كان شابا خلوقا يتمتع بسمعة حسنة بين أصدقائه ومعارفه، مقبلا على مستقبله الأكاديمي بحماس. وأشار إلى أن جثمان حسان لم يصل بعد إلى المملكة، لافتا إلى أن العائلة تعيش حالة حزن وذهول في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية لتحديد موعد الدفن. وأكدت القنصلية العامة السعودية في جنيف أنها باشرت متابعة واقعة الغرق بالتعاون مع السلطات المختصة في سويسرا، وتعمل على استكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة.